اللهم في شهر رمضان اعتق رقابنا من النيران. اللهم إنا نعوذ بك في هذا الشهر من كل ذنب يحبس رزقنا ويبطل صومنا. اللهم إنا نستغفرك من كل ذنب يزيل النعم ويحل النقم ويهتك الحرم ويورث الندم ويطيل السقم ويعجل الألم. اللهم اجعل صومي فيه مقبولا وذنبي فيه مغفورا. اللهم اجعل صيامي فيه صيام الصائمين وقيامي فيه قيام القائمين. اللهم نبهني فيه عن نومة الغافلين. اللهم قربني فيه إلى مرضاتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تحرمنا فيه أجر الصيام ولا القيام ولا أجر قراءة القرآن. اللهم ارو فيه قلوبنا واغفر فيه ذنوبنا ويسر فيه أمورنا وعجل فيه أرزاقنا واشف فيه مرضانا وارحم فيه موتانا. اللهم بلغنا فيه ليلة القدر واجعلنا فيه ممن فاز بالثواب والأجر. اللهم اجعل أيام رمضان جابرة للقلوب وساترة للعيوب وماحية للذنوب ومفرجة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. اللهم اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك يا رب العالمين. بعد ما نسمي الله يا حبايب قلبي ونصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، عايزة أقول لكم وحشتوني 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 وكمان مرة وحشتوني. عاملين ايه يا حبايب قلبي؟ يا رب تكونوا بخير وفي صحة وسلام وفي سعادة يا رب. هنا يا حبيب قلبي زي ما انتوا شفتوا الفيديو كده من الاول، طبعا صبنا وروجنا والدنيا تمام يعني. وهنا معانا يا حبيب قلبي المصمت فتح، مصمت ام ادهم فتح. معانا مخ ومعانا طحال. مين من عشاق المخ والطحال؟ لما يحب المخ والطحال يكتب له في التعليقات. انا بصراحه انا مدمنه طحال ومخ يا جماعه. يعني بصوا بنام المخ، بنام مخي. جبنا مخ يا حبيب قلبي وجبنا طحال. هنا طبعا غسلناهم ونقعناهم حلو، نقعنا الطحال حلو، والمخ طبعا احنا ما غسلناش فيه كتير، حشنا بس اللي هي الطبقه اللي ما تبقى عليه من بره ديت، وشطفناه شطفه كده حلوه ورحنا حطيناه. هنا جبنا حلتين يا حبيب قلبي على النار. النهارده طبعا احنا ايه مش هنكتر في الاكل والبتاع كده عشان عندنا بواقي كتير في التلاجة هنطلعها مع دولهم بس. طبعا جبنا حلتين هنا على النار، حله هنحط فيها المخ يا حبيب قلبي وحلة تانية هنحط فيها هي الطحال. الحلتين دول طلعوا بالصلاة على النبي حطينا فيهم يعني واحدة فيها لورا ومستكة، كل واحدة فيها يعني لورا ومستكة وحبهان وهننزل بيهم بقى. والتانية اللي هي بتاع الطحال دي هنحط فيها بس رشة فلفل اسود عشان الزفارة وكده. طبعا هنا الحلة الأولانية دي يا حبيب قلبي هننزل فيها بالطحال قصدي بالمخ دي اللي فيها الفلفل البتاع ده اللي هو الحبهان والورق اللورا والمستكة. والحلة التانية دي اللي حطينا فيها رشة الفلفل الاسود مع برضو مع حبهان ومستكة ولورا وهننزل فيها بالطحال. هنا يا حبيب قلبي ايه هياخد بالنسبة للمخ مش هياخد حوالي يعني يمكن 10 دقايق بس كده يستوي بشوش كده. طبعا مش هنحرك ولا نقلب فيه عشان خاطر ما يتهريش لان هو مش هم يستحمل. هنا ما اوريكم يا حبيب قلبي ما اقول لكم بصوا الميه بتاعت اللي هي الطحال دي طبعا بصوا بتبقى غامقه خالص خالص عشان بتبقى يعني كلها زي ما يكون دم، حسها مش حلوه. طبعا احنا حطيناها بس كده تاخد غلوه عشان خاطر ريش الزفاره، وهنكب الميه ديت هنفضيها بعدين هنشوف مع بعضين.
هنا طبعا المخ بتاعنا السلق. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. بصوا يا بنات عمل ايه، طبعا زي الفل. هو سخن كده، احنا قلنا ايه، قلت اقطعه كده على طول، ان احنا كنا ايه خلاص المغرب جرب وكده، يعني ايه الكلام ده كان يعني مع العصر كده، فقلت عشان اجهز حاجتي وابقى الدنيا رايقه كده من ورايا، خلاص اخلص كل حاجه يعني وكده قبل الفطار. هنقطعه كده يا حبيب قلبي شرايح كده زي ما انت حابه، يعني كبيره صغيره براحتك خالص. هنقطعه كده، هو يعني في سهل في التقطيع، ان هو خفيف خالص زي ما انتوا عارفين. بس كده هنقطع شرايح خالص حلوه كده، هي مكعبات صغيره اهو. وهنخلص كده يا حبيب قلبي تقطيع، قطعناه كله اهو زي ما انتوا شايفين كده اهو. بصوا بوريهولكوا كده ايه، كله قطعناه كله بالشكل ده. ومعانا هنا في الطبق التاني 4 حبات من البيض اهو. هنحط ده نرفعهم كده ايه على النار، وهنشوف هنعمل ايه مع بعضين. بس هنا الاول يا حبايب قلبي هنجيب الحله بتاعه الطحال. بصوا الميه بتاعتها عامله ازاي، شايفين شكلها؟ بصوا طبعا احنا الميه ديت عشان ايه، وكلها زفاره برضو بتاع، احنا حطينا فيها اللورة والحبهان وفلفل اسود عشان خاطر نودر الزفاره اللي فيها ديت، ونكب الميه دي، كبينا الميه كلها اللي كانت فيها دي، وهنشطف شطفه حلوه. بصوا يا حبايب قلبي اهو زي ما انتم شايفين. وهنغسل الحله بتاعتنا من اللي كان حوالين الدار ده، اللي هو اللي بيبقى في الريمه اللي طالعه دي بتعمل على الحواف كده. فهنغسل الحله غسله حلوه، وهنشطف الطحال بتاعنا. هو ماله اتكمش ليه يا ولاد كده، ماله لا مبيجيش طحال هو ماله دمر ليه كده وبيجي صغير خالص، ولا ده جاله انكماش. بس هنا يا حبايب قلبي زي ما انتم شايفين كده، بصوا حطينا ميه نظيفه. ونفس الكلام برضو هننزل برضو بحبهان وورق لورا ومستكة، وهننزل بتاع دوت بفص مستكة زي ما قلت لكم اهو، وفلفل اسود حب. طبعا نزلنا بكل الكلام الحلو ده على بعضيه. بس كده المية بتاعتنا هتبقى رايقة ونضيفة، وحاجتنا تبقى حلوة ونضيفة. هنغطي عليه يا حبيب قلبي ونسيبه. طبعا هنسيبها كده مع نفسها تاخد وتدي بشكل ودي لحد ما نرجع لها نشوفها ايه وصلت لحد فين. بس هنا يا بنات جبنا ايه طاسة على النار كده، حطيناها على النار، نحط فيها ايه، هنحط فيها معلقتين سمنة بلدي. طبعا المخ لازم، يعني مش لازم، هو مش لازم يا حبيب قلبي، حسب الموجود عندك المتاح عندك. احنا مفيش حاجه قلنا لكم يعني طول عمري انا اقول لكم مفيش حاجه تقف معانا، الموجود هنعمل بيه. بس هو انا عشان موجوده في سمنه بلدي الحمد لله يعني، وربنا يزيد الناس كلها يا رب ويوسع الناس كلها، هنحط سمنه بلدي عشان بتدي طعم حلو في الاكل. بس فانا حطيت معلقتين سمنه بلدي حلوين كده محترمين، عشان ننزل ايه، ننزل فيهم بالمخ بتاعنا اهو يا بنات زي ما انتم شايفين. بصوا كده هننزل كده بعد ما نسمي الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام. قولوا لا اله الا الله ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. اهو يا بنات زي ما انتم شايفين. طبعا هنفضل نقلب كده ايه، بس مش على طول على طول يا حبايب قلبي، لان هو ضعيف خالص يعني هش كده ومش ما يستحمل. بس هنقلب تقلبتين حلوين كده عشان خاطر يتشوح كله في السمنة البلدي. بصوا والله احلى مخ هتاكلوه النهارده. عايزاكم تكتبوا لي تسلم ايدك هنا تدوش في التعليقات ما تنسونيش في اللايك والاشتراك، بالله عليكم اللايك بيرفع الفيديو يا حبايب قلبي فضلا وليس امرا. ان كنت غالية عليكم صح ولا بتعزوني ولا بتحبوني حطوا لي لايك كبير. انا عايزه الله الفيديو ده ما يوصل 100,000 لايك ربنا يبارك لي فيكم وفي اعماركم يا رب العالمين، ويديمكم نعمة في حياتي ويديمني نعمة في حياتكم، اللهم امين يا رب. هنا يا حبيب قلبي هننزل بحبات البيض بقى ايه واحدة ورا واحدة كده ايه. تمام 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 يا بنتي، انا ادوش تسلم ايدك يا ندوش يا عسل. بس انتوا مش متفاعلين على الفيديو اللي فات، يخلي بالكم عشان وانا والله العظيم كده ايه مش عارف، مش عايزه اقول زعلانه منكم عشان مش هقدر ازعل منكم، انت حبايبي ومش هزعل منكم ابدا. بس ما فيش تفاعل على الفيديوهات اللي فاتت ديت، اللي هو فيديو تفريز التوم دوت. يا ريت تحطوا له لايكات كتير وتكتبوا لي تعليق حلو من قلبكم. انا متعب والله يا بنات، متعب في الفيديوهات دي بجد اقسم بالله بتعب جدا. يعني عقبال ما اعمل فيديو تصوير، من تصوير لمونتاج لقص كده، يعني اما ياخد وقت خلي بالكم، مش اللي هو وخلاص ان انا مصور وارفع على طول لا.
فانتوا ما تنسونيش بقى في اللايكات بتاعتكم الحلوه ديت، وفي الدعاء في الكومنتات كده دعوه حلوه او كومنت حلو كده يرفع من روحي المعنويه عشان اقدر اكمل معاكم. ربنا يسعدكم يا رب، ويفرحكم ويفرح قلوبكم يا رب جميعا يا رب. بس كده بص يا حبيب قلبي، طبعا ايه اما نقلب البيض في المخ بتاعنا اهو. بصوا والله ريحته زي العسل، حاجة كده خيال خيال. جربوا المخ دوت وشوفوا وقولوا لي رأيكم فيه. طبعا احنا سايبين الطحال مع نفسه كده بياخد ويدي في الحلة، حطينا كده وهدينا عليه شوية عشان خاطر ايه ياخد وقته. ممكن ياخد ساعة ونص، ساعتين، ساعتين الا ربع، ساعة، في على حسب كبر الطحال اللي عندك يا حبيبتي، السن يعني سنه، مش اللي هو كبره مثلا ان هو كبير ولا صغير، لا. بس كده، فهو يعني على حسب كده يعني، لو كبير هيطول شوية. هنا يا حبيب قلبي جبنا شوية ايه كزبرة مقطعين كده مفرومين، وحطيناهم نزلنا بيهم على المخ بتاعنا، وهنديهم تقليبة بس بسيطة خالص. لو انت مش حابة كده خلاص يا حبيب قلبي. بصوا ده بكل حاجة، الاكل ده ذوقية وبصوا يعني ازواج على حسب انت اللي انت عايزاه. هي انت ممكن تعملي من الفسيخ شربات زي ما بيقولوا بطريقتك، كل حاجة تبع طريقتك انت. بس يا حبيب قلبي، فاحنا حطينا الكشات الكزبرة دول كل واحد ايه على حسب رغبته يعني. انا حطيت شوية الكزبرة الهمت عشان خاطر ايه اما يدوها تست عالي كده ويدوها طعم حلو. بس تمام كده. هنا يا حبيب قلبي بوريكم، بصوا المية بتاعة الطحال شايفينه، وهو الطحال نفسه بصوا نضيف وحلو كيف زي العسل. خلاص هو كده ايه ابتدى يخش سوا، فهنحط له حبة ملح. احنا ما كناش حاطين له ملح من الاول عشان ما يشدش معانا، فاحنا كده هنحط له شوية ملح، وايه هناخده بعد كده ايه عشان ايه نشوف هنقطعه ازاي وهنعمل فيه ايه. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. بص يا حبيب قلبي، انا صفيت المية منه اهوت وجبته، كان سخن كده لان المغرب كان خلاص جرب، فانا قلت انا كده كده باخر عشان الاكل يبقى سخن، بس عقبال ما اللي في الدرس يجي وجوزي يرجع وكده والدنيا ايه ونتلم كلنا ويبقى الاكل سخن. بس يا حبيب قلبي كده هقطع شرايح على حسب برضه ما انت عايزه، حسب رغبتك انت، عايزه مكعبات برضه، عايزه شرايح طوليه زي كده براحتك برضه. انا قطعته كده زي ما انتوا شايفين اهو يا حبيب قلبي. بصوا هنا طبعا يا حبيب قلبي انا قطعته، وتعالوا بينا بقى ايه نشوف هنروح على النار نعمل ايه. اهو هنا برضو معانا طاسة على النار، وبرضك هنحط فيها سمنة بلدي، معلقتين سمنة بلدي. هننزل معلقتين سمنة بلدي يا حبيب قلبي عشان نشوح فيهم ايه الطحال بتاعنا. ان خلاص كده ايه احنا كده خلصنا، عملنا المخ بتاعنا وركناه، وكده هنبتدي نعمل في الليه في الطحال. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، استغفر الله العظيم واتوب اليه. ما تنزلي يا شيخة، مش نازلة ليه؟ مغلباني ليه بس؟ بس كده يا حبيب قلبي. بص حطينا معلقتين اهي، هنشوح فيهم، نبتدي نشوح فيهم ايه الطحال بتاعنا. بس كده زي الفل. بصوا هنبتدي نرص فيها ايه الطحال يا حبيب قلبي. بصوا واحدة واحدة كده ايه، وهنرصهم ونديهم تشويحة كده حلوة زي العسل. الله الله. بجد والله والله تحفة. خلي بالكم انا كان في ناس عندي مش بتحب الطحال بس حبته على ايدي، والناس دي عارفة نفسها. مش داعي ذكر اسماء. مريم يا حبيب قلبي كانت ديما تقول لي خالتي انا ايه هو اللي انت بتعمليه، طب طعمه ايه، طب مش عارف ايه. المهم لحد ما ضقته مره قبل كده راحت جت الله لا، وسالتني عليه كذا مره بعد كده، جت مش هتجيبي الطحال ده تاني يا خالتي. قلت انت كده بقيتي مدمن الطحال خلاص. ربنا يبارك فيها وفي عمرها يا رب، وترجع لي بالسلامه ان شاء الله يا رب. هي راحت طبعا، انتوا ما حدش منكم سال عليها، انا زعلانه منكم كلكم، خلي بالكم عشان ما سالتوش على مريوم.
هي سافرت راحت عند مامتها تفطر معاها كام يوم كده عشان رمضان، كل سنة وانتم طيبين. وهترجع ان شاء الله جاية الجمعة بإذن الله، بكرة يعني. بس يا حبيب قلبي، فهنا بص انا حطيت ملحتها كده وحطيت لها فلفل، وقلبناهم على الناحيتين. بصوا خدت وش ازاي، يعني خدت حمرت على الناحية دي، قلبناها على الناحية التانية. بس كده يا حبيب قلبي. وهنا طبعا معانا شوية برضو بقدونس كده مقطعين، اللي هو الورق بتاع البقدونس بس. هننزل بيهم برضو عليهم كده اهوت، وايه مش هنسيبهم شوية، مش هنسيبهم يعني على النار كتير. في ناس ما بتحطش ايه برضو البقدونس ده، بس انا حطيتهم برضو كده ايه. البقدونس ده بيديها طعم وريحة حلوة اهو. بص يا بنات، شغل فخر من الاخر، ما تحكيش شغل فخر من الاخر. هنا بقى يا حبايب قلب المغرب، كنت اما اقول لكم المغرب اذن اهوت. كان خلاص كده اذن، وكنا هنفطر بقى. تعالوا افطروا معانا وشوفوا ايه، وشرفونا ونورونا كده وابسطونا. هنا يا حبايب قلبي عملنا العصير زي ما انا قلت لكم، عملت عصير جوافي وعصير ايه تمر. وهنا الفطار بتاعنا طبعا. رحمة جت من الدرس، كان المغرب اذن قعدت على طول مش مستنيه. اه يا حبايب قلبي، وده كان فطارنا النهارده. الحمد لله رب العالمين، ربنا يدومها نعمة يا رب ويحفظها من الزوال. اللهم اطعم كل جاع على وجه الارض يا رب العالمين. هنا يا حبايب قلبي كان عندي المخللات عسلية يا بنات. كان عندي هنا المخ، وكان عندي رز من امبارح، وكان عندي محشي برضو فايض.